قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. بيبدأ الفيلم في مدينة صاخبة في الصين، وبنشوف راجل عجوز بيحكي حكاية عن شرير اسمه جين تيان بو قتل 18 فرد من عيلة واحدة بمجرد مهارات ايده. وبنشوف اللي بيسمعوا هم شوية طلاب أصدقاء، وبيدخل عليهم معلم اسمه هوانج وبيكون مستمتع بالقصة لدرجة انه اتبرع للعجوز بفلوس وبيشكروا العجوز على كرمه. بعدها بنشوف الأصدقاء بيتمرنوا وبيتقاتلوا مع بعض وبيفكروا في الشرير اللي حكى عنه العجوز، لكن واحد منهم بيتحمس واللي اسمه شاو وبيقول لهم انه لو قابله هيستعمل تقنية قبضة باجي علشان يقتله. لكن بقية اصحابه بيتريقوا عليه لانه بس قرأ عن قبضة باجي لكنه ما بيقدرش ينفذها، وبيتضايق شاو وبيقول انه لازم يزود تدريبه علشان يقدر يتقنها. وبالليل بيروح شاو وشين لصاحبهم التالت بونج علشان بيكون عيد ميلاد والده، لكن لما وصلوا لقوا كل افراد عيلة بونج مقتولين وهم بدأوا يترعبوا وبيدوروا عن صحابهم. وبيلاقي شاو والد بونج بيموت وفي رقبته إبرة مكانها اتحول للون الأزرق. بعدها بيروح شاو يعرف المعلم بتاعه واللي اسمه لي، ولما بيبص فيها لي بيعرف انه سلاح مميت خاص بجين تيان بو وفيها سم اسود نادر يقدر يقتل اي حد في 15 دقيقة بس. لكن شاو بيحس بالفضول وبيسأله لو كان شاف جين قبل كده، لكن معلمه بيقوله إن أي حد بيشوفه بيموت. وفي اليوم اللي بعده بيتصدم المعلم هوانج باللي حصل وإن أفراد عيلة بونج كلهم ماتوا على إيد جين. وفي نفس الوقت بنشوف أفراد البوليس بيعلنوا عن مكافأة مالية للي يقول لهم أي معلومات عن القاتل ده، وإنهم بيحذروا من إن أي حد يقرب منه لأنه قتل عيلة كاملة مؤخرا. وبيكون شاو واقف وبيكون عنده عزيمة إنه لازم ينتقم لصديقه. وبالليل بيكون شاو مع المعلم بتاعه لكن بيهجم عليهم قتلة، بس شاو والمعلم بيقدروا يصمدوا قدامهم وبيفشل القتلة في المهمة وبيرجعوا لزعيمهم اللي بيتعصب عليهم لأنهم فشلوا في المهمة. وفي نفس الوقت بيقول المعلم لشاو إنه مش هيقدر يدربه لأنه وصل لحده، وبما إنه مصمم يتعلم تقنيات قبض باجي قال له على معلم يقدر يدربه واسمه شو وين، وبيقول له يروح مدرسته وبيعرفه إنه شو وين ما بيقبلش الطلاب العاديين. وفي اليوم اللي بعده بيودع شاو زمايله في المدرسة وبيمشي، وبعد ما مشي لساعات بيوصل أخيرا لمدرسة المعلم شو وين وبيطلب منه يقبله كتلميذ، لكن شو ما بيهتمش بكلامه وبيقول له انه ما بيقبلش تلاميذ جدد. لكن شاو كان مصمم يدخل ففضل قدام المدرسة لمدة يومين، وده اللي أزعج المعلم وقرر ياخده لجبل بيتدرب فيه علشان يشوف قدراته. وبدأ يدربه على الثبات والتحمل زي انه يشيل أوزان ضخمة. مع ذلك كل ده ما خلاش شاو يستسلم، وده عجب المعلم بتاعه وفضلوا يتدربوا لمدة 6 شهور لحد اللحظة اللي عرف فيها المعلم شاو انه يرجع قريته لانه سمع عن حادثة حصلت لمعلمه السابق. ولما بيرجع شاو بيتصدم ان معلمه مات وبيتفاجئ ان الناس فاكرة انه هو اللي قتله لانه طرده، وكمان الناس فاكرة ان شاو قريب للقاتل جين، وده بيخوف شاو. ولما بيروح لمدرسته بيلاقي بالصدفة إبرة من نفس النوع اللي قتلت أهل بونج، وهنا اتأكد ان جين هو اللي قتل معلمه برضه. وبيروح لقبره وبيودعه وبيرجع لمعلمه شو يين وبيعرفه انه مستعد انه يتدرب بشكل اقوى، وبيزود المعلم تدريبه لشاو لاقصى حد ممكن. وفي يوم بيصحى شاو وبيتدرب كالمعتاد، لكنه بيتفاجئ انه معلمه مشي وساب ليه رسالة وبيقوله فيها انه علمه كل حاجة يعرفها عن تقنيات القبضة وان ده وقته هو علشان يطورها بطريقته الخاصة. وهنا بيقرر شاو انه يبحث عن القاتل جين علشان ينتقم منه. ولما رجع قريته بيلاقي عصابة بتحاول تخطف اخت صاحبه وبيحاول شاو يمنعهم بقوته، لكنه بيفشل ينقذها لانهم حذروه انهم هيقتلوها. ولما بيدخل شاو يشوف صديقه بيلاقيه مغمى عليه وبيلاقي العصابة راجعة ليه وبيضربهم شاو المرة دي وبيعرفهم انه عاوز يقابل قائدهم، لكنه بيكون موجود وبيتفرج وبيكشف عن نفسه وبيطلع صديقه بونج اللي كان فاكره اتقتل وبيقول له بونج انه هينتقم منه على اللي عمله. وبيفهم شاو ان بونج فاكره القاتل جين وبيحاول يوضح له، لكن بونج بيقول له ان كتابه كان موجود وقت هجوم القاتل على عيلته وانه قتل المعلم بتاعهم
بعد ما اكتشف حقيقته، لكن شاو بيحاول يفهمه الحقيقة لكنه ما بيكونش مهتم وبيهجم عليه وبيتقاتلوا ضد بعض. وبيقدر شاو يصيب بونج في صدره لكنه بيقوله إنهم هيتقابلوا تاني. وفي اليوم اللي بعده بيزور شاو محل أنتيكات وبيحاول يبيع كل حاجة معاه علشان يجمع فلوس ويحرر أخت صاحبه، لكنه بيلاحظ فازة شبيهة لواحدة كانت في بيت بونج وبيسأل صاحب المحل عنها لكنه بيرفض يجاوبه. وبعدها وهو ماشي بيسمع ناس بتتكلم عن مسابقة قتالية والفايز بيكسب فلوس كتيرة، وده بيكون حل حلو لشاو وبيشارك بشكل متنكر علشان الناس ما تعرفوش. لكن المعلم هوانج كشفه على طول لكن ما تكلمش. ولما بدأ القتال بيهزم شاو منافسه وبيدهش الكل. وبيقابل هوانج شاو وبيعرض عليه انه يعلم تلاميذه تقنيات قبضة باجي، لكن شاو بيرفض بأدب وبيمشي. وبيروح بعدها للخاطفين وبيديلهم الفلوس لكنهم بيكونوا طمعانين في فلوس أكتر. لكن هنا بيتعصب شاو وبيهاجمهم كلهم وبيقدر يضربهم، وبيقدر كمان إنه ينقذ أخت صاحبه وبيرجعوا. لكن بيعرف شاو إن واحد من اللي قتلهم مات، فبياخد شاو صديقه وبيهربوا هما التلاتة وبياخدهم شاو على بيت معلمه في الجبل. وبيرجع شاو يشوف جثة المقاتل وبيكتشف انه مات بنفس الإبرة اللي مات بيها ضحايا جين. وبيلاقي في ايد المقاتل سلسلة خاصة بالمعلم هوانج وبيقرر يروح لصاحب المحل علشان يسأله عن الشخص اللي باعله الفازة. ولما بيهددوا شاو بيقوله على كل حاجة وإن اللي باعها ليه هو خادم هوانج، وبيعرف أصحابه باللي عرفه. بيروح صاحبه يعرف بونج باللي قتل عيلته، وفي نفس الوقت بيراقب شاو المعلم هوانج وبيسمعه بيقول لخدامه إنه يبحث عن شاو ولو مرضيش يجي يقتلوه. وبيقابل شاو هوانج بنفسه وبيواجهه بالحقيقة وإنه القاتل جين، لكن المعلم ما بينكرش وبيضحك وبيحاول يهجم عليه شاو، لكن هوانج بيضربه وبيلاقي أصحابه بيظهروا وبيسندوه وبيقتلوه هما التلاتة سوا. لكن مع ذلك بيهزمهم هوانج وبيضرب بونج بإبرة مسمومة، وده اللي خلاهم يستسلموا وبياخدوا صاحبهم وبيهربوا على الطبيب علشان ينقذوه. لكن في النهاية ما بيقدروش وبيكون مات قبلها وبيدفنوه وبيختفوا بعدها. وبعد مدة طويلة بيكون شاو رجع لكتابه علشان يتعلم قبضة باجي وبيتقنها أخيرا بعد تدريب طويل. ولما بيرجع بيراقب هوانج في السر وبيكتشف الصدمة إن هوانج في الحقيقة هو معلمه ليه، وإن الجثة اللي كانت لمعلمه هي في الحقيقة جثة هوانج. وبيلاحظ ليه إن شاو بيراقبه وبيرمي عليه إبرة مسمومة، لكن شاو بيتفاداها وبيخرج ليه من الأوضة بهدوء جدا وبيقول لشاو الحقيقة كلها، وإن هوانج وأبو بونج كانوا بيسرقوا ثروات الأغنياء، وإن القاتل جين هي شخصية من تأليفهم مش شخص حقيقي، وإنه حس بالغيرة من الثروة اللي هم عملوها فقرر يقتلهم. وفجأة بيهجم على شاو علشان يقتله، لكن شاو بيكون اتغير بسبب قوته وبيتقاتلوا هما الاتنين وبيهزموا شاو أخيرا بتقنية القبضة. ولما كان هيقتله غير رأيه وسلمه للبوليس، وبيجي أصحابه يطمنوا عليه وبيقولوا معلمه إنه عاوز يشوفه في يوم من الأيام معلم بدرجة عالية وبيمشي. وبنشوف بعدها نفس الراجل العجوز اللي كان بيحكي الحكايات وبيكون بيحكي حكاية شاو للأطفال وإنه إزاي بقى من أقوى المعلمين وبيمتلك تقنيات القبضة. وبينتهي الفيلم مميز فعلا. لو كنت تابعت معايا الملخص للآخر قولولنا إيه أكتر فيلم قتال شفتوه وعجبكم، اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات وأقراها كلها.